في أول جولات دور المجموعات من البطولة العربية المقامة في السعودية، الزمالك بيقدم أداء ولا أروع ولا أجمل. أهلا وسهلا بيكم أحبابي وأصدقائي، ما تنساش تعمل لايك وكمان ما تنساش تعمل اشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول. الزمالك بيحقق أول 3 نقاط ليه في البطولة العربية بفوز عريض وتاريخي على الاتحاد المنستيري التونسي. مباراة كانت من طرف واحد وهو نادي الزمالك. الزمالك بيقدر يحرز الهدف الأول عن طريق سيف الدين الجزيري في نهاية الشوط الأول بعرضية من أحمد السيد زيزو. يجي الشوط الثاني وبتمريرة ساحرة من شيكابالا أسطورة نادي الزمالك، بيعملها لأحمد سيد زيزو علشان يقدر يحرز الهدف الثاني للزمالك في بداية الشوط الثاني. وبعد كده وبعد نزول نيمار بديلا في الشوط الثاني، بيقدر يحرز الهدف الثالث والهدف الرابع بتمريرة عالمية خرافية علشان تنتهي المباراة برباعية نظيفة في أول جولات دور المجموعات. المباراة الأخرى ستكون النصر أمام الشباب السعودي اليوم إن شاء الله الساعة 10 مساء، مباراة أيضا مهمة في ترتيب المجموعات نادي الزمالك. ده كان مباراة النهاردة، ما تنسوش تتابعونا وتدعمونا علشان يوصلك كل جديد، ما تنساش تعمل اشتراك في القناة. دمتم بخير.